أحدثك الآن وأحدث العالم، نحن لم نفر. إذا كان هناك في مصر مسؤول يريد أن يتصل بنا نحن موجودون، أنا موجود، التليفون موجود، قولوا لنا على هذا المسؤول. لا نفر أبدا، نحن بخير ولا نفر. نعم، ماذا أنتم فاعلون الآن إذن؟ نعم، بعد أن فتح عليكم الأهالي كما تقول السجن وخرجتم وأنتم موجودون جميعا ولا تعرفون ماذا أو ما هو وضعكم القانوني، ماذا أنتم فاعلون في هذا الوقت؟ سنتشاور الآن، سنتشاور ثم نتفق على ما نفعله. إذا اتصلتم بنا بعد ساعة من الآن نقول لكم ماذا فعلنا. نعم، إذن أنتم موجودون جميعا تتشاورون فيما بينكم لمعرفة الخطوات التالية، وجميعكم بخير. 34 من أعضاء الجماعة، بينكم 7 من مكتب الإرشاد. نعم، أقول لكم أسماءهم، تحب تعرف الأسماء؟ نعم. نعم، محمد مرسي، عصام العريان، محمد سعد الكتتني، محيي حامد، محمود أبو زيد، مصطفى الغنيمي، سعد الحسيني. دول 7 أعضاء مكتب الإرشاد. ومعنا الأستاذ سيد نزيلي مسؤول الجيزة في الإخوان. ومعنا الدكتور أحمد عبد الرحمن مسؤول الفيوم في الإخوان. ومعنا الأستاذ ماجد الزمر وهو من شمال القاهرة. ومعنا الدكتور حسن أبو شعيشع مسؤول الإخوان في كفر الشيخ. ومعنا الدكتور علي عز وهو من أسيوط من مسؤول الإخوان. ألو. نعم، طيب أين فقط للتذكير أيضا أين يقع السجن تحديدا وما اسمه ذاك الذي كنتم فيه وفتح الأهالي أبوابه عليكم؟ استمع إلي، السجن في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في الكيلو 97 قريب من مدينة السادات، وهو بابه أسوار السجن تقع على الطريق الصحراوي، اسمه سجن وادي النطرون. وكنا في عنبر 3، سجن 2 عنبر 3، سجن وادي النطرون الكيلو 97 على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية، فهو شمال غرب القاهرة بحوالي 100 كيلو. نعم، لم تعرفوا بالضبط من هم الأشخاص الذين فتحوا عليكم الأبواب؟ لا، هؤلاء لا نعرفهم البتة. هؤلاء مساجين يلبسون لبس السجن وآخرين يلبسون لبس ملكي، لا نعرف من هم. هل حصلت أكثر من 100 شخص نعم. كانوا يبذلون كل جهد لكي يفتحوا باب السجن، فاستغرقوا أكثر من 4 ساعات. ذكرت أن إطلاق نار حصل وهرج ومرج، هل معنى ذلك أنه حصلت اشتباكات بين أطراف معينة داخل السجن بين من يريدون أن يحرروا عناصر الشرطة؟ وعما أسفرت، هل لديك معلومات عما أسفر إطلاق النار وأيضا الهرج والمرج؟ نحن نتصور بما سمعنا من أصوات أنها أصوات طلقات القنابل البنادق التي تطلق القنابل المسيلة للدموع. هذا تحليلنا للموقف، أنه لم يصب أحد، وأن إدارة السجن كانت تحاول أن توجد حالة من الضبط للسجن نتيجة الهيجان الذي حدث. احنا لا نعرف تفاصيل السجن وكم عدد نزلائه وما نوعيتهم، نحن لا نعرف هذا، لكن يبدو لنا أن هناك من حاول أن يخرج من محبسه وحدث هرجا في ساحة السجن، وكانت إدارة السجن تحاول أن تضبط إيقاع السجن فأطلقت القنابل المسيلة للدموع، وهذه تطلق من بنادق وتحدث صوت فرقعات كالرصاص، لكننا لم نرى دما ولم نرى مصابين ولم نسمع صراخ ولا أنات مصابين. الجميع لم نسمع شيء من هذا. ولما خرجنا في تمام 12 اليوم لم نجد أحد من هؤلاء، الساحة فارغة، لا يوجد غير المجموعة التي تحاول منذ الصباح كسر الباب علينا، وقد أفلحت وكسرت الباب. فنحن الآن خارج السجن ولا يوجد أحد إلا نحن وهذه المجموعة التي فتحت الباب تحاول الآن أن تغادر المكان، ونحن نتشاور كيف سنغادر المكان. ولم تشاهدوا لا قتلى ولا جرحى ولا أي شيء من هذا القبيل؟ لا، لم نشاهد، لا يوجد لا قتلى، لم نشاهد قتلى ولا جرحى ولا أنات، لم نشاهد هذا. ولا حتى مسؤول، ولا حتى أي مسؤول من الشرطة أو من مسؤولي السجن؟ لا يوجد إلا نحن الآن خارج البوابة الرئيسية
في السجن، سجن 2 امام بوابته الان. على كل ربما نعود لمعرفة ماذا ستقررون سيد محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، حدثتنا من القاهرة.